أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأسبوعي آفاق جامعية، واللي يسلط الضوء على أهم الأنشطة والمشاكل والهموم اللي يواجهونها طلبة وطالبات الصروح الأكاديمية في دولة الكويت. حلقة هذا الأسبوع بإذن الله ستكون في رحاب الجامعة العربية المفتوحة. راح نتكلم بشكل عام عن الجامعة العربية المفتوحة. أذكركم بأكاونت البرنامج على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر آفاق KTV لمتابعة أحداث هذه الحلقة المميزة عن الجامعة العربية المفتوحة. خلكم معنا بعد هذا الفاصل. الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة خاصة لها 7 أفرع في الوطن العربي، وهم الكويت، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان، مملكة البحرين، وسلطنة عمان. تتبنى الجامعة العربية المفتوحة نظام التعليم المفتوح الذي يتميز بالمرونة من حيث ملائمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدراتهم. تعود فكرة إنشاء الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي كمشروع غير ربحي إلى مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية، حيث أعلن سمو الأمير في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي، وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية. وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة، التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، لتقدم الجامعة العربية المفتوحة مجموعة من برامج البكالوريوس في مجالات تخصصية مختلفة، وهي كالتالي: تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها، وبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة، بالإضافة إلى برنامج إدارة الأعمال. إدارة الجامعة العربية المفتوحة أعزائي المشاهدين منظمين معرض للكتاب بعنوان اقرأ. خلونا نشوف معرض الكتاب اللي منظمته إدارة الجامعة العربية المفتوحة وآراء الطلبة في هذا المعرض. طبعا كونك أحد الطلبة أو طلبة الجامعة العربية المفتوحة، أسألك عن معرض الكتاب وأهمية هذا المعرض ورأيك في معرض الكتاب اللي نظمته الإدارة الجامعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب علي السلمان، طالب إدارة أعمال بالجامعة العربية المفتوحة. طبعا الكتاب خير الجليس طبعا للإنسان، فأهمية الكتاب للطلبة تزيد من ثقافته، معلومات عامة، يطور من نفسه من شخصيته بعدة كتاب حسب الروايات اللي هو يندمج لها يعني. بالنسبة لمعرض الكتاب اليوم جيت استفدت من الكتاب اللي شريته. أنا هاوي شعر شعبي بالنسبة لي.
خذيت كتاب للفنون الشعر الشعبية. والله المعرض حلو ونستفيد، وانصح الطلبة كلهم انهم يجون هني، يحاولون انهم يدشون مجال القراءة، قراءة الروايات، يحاول انه يطلع الابداع اللي داخله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالنسبة حق اقبال الطلبة يعني شوية ضعيف كان، بس حلو دور الجامعة ان كل فترة تسوي موسم حق معرض الكتاب بالذات، لان الحين مثل ما انت عارف العصر هذا عصر التكنولوجيا، شوي الاقبال صار ضعيف على الكتاب. الناس بدأت يعني ايباد والاجهزة الحديثة هذه، فصار يعني الاقبال ضعيف على الكتاب. فحلو كل فترة انه يذكرون الطلبة ان الكتاب لابد يعني من اهميته والقراية يعني. والحمد لله يعني ماشي الحال يعني هو الاقبال مو ضعيف يعني متوسط، بس احنا نطمح للافضل يعني. شو السبب تتوقع قلة الإقبال هذا؟ هل فعلا الناس اتجهت للآيباد ولا في أسباب ثانية؟ ايه يعني هو الحين النت والسرعة الحديثة يعني كل الأخبار تجيك على قولتهم بلمحة عين ماكو، فصار الإقبال على الكتاب. يعني أنت كل شيء بالنت تقدر تطلع، بالآيباد تطلع بسرعة، بالبحث تطلع أي شيء أنت تبيه موجود تطلع تقرأه وأنت بمكانك، فما تحتاج إنك تروح حق معرض كتاب أو تستعير كتاب. هذا السبب الرئيسي اللي أنا أشوفه. طبعا كونك أحد الطلبة في الجامعة العربية المفتوحة، أول شيء أسألك عن هذا المعرض، معرض الكتاب، إقبال الطلبة كطالب، مدى الاستفادة من هذا المعرض، كلمني بشكل عام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بخصوص الجامعة يعني ما قصرت نظمت المعرض هذا كإقبال عليه. أنا أشوف أن إقبال ضعيف جدا جدا، خصوصا أن طلبة الجامعة المفروض يكونون مهتمين بالكتب والأمور هذه. شيء يعني يحز بالخاطر، يعني تنظيم وشغل ودور نشر على قولتهم، ما في إقبال، ضعيف جدا 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 كان الإقبال. شو تشوف السبب نقول عدم إقبال الطلبة على مثل هذا المعرض؟ يعني تعتقد فعلا التكنولوجيا والآيباد وغيره، ولا الطلبة ما يبون يقرون أصلا أو ظروف دراسية؟ هو شوف، التكنولوجيا جزء كبير من المشكلة، بس كطلبة أنت إذا ما عندك حب القراءة وما تنميه من الصغر يعني ما راح أغلب الطلبة ما راح يجي. فالتكنولوجيا لعبت دور كبير، خصوصا أنت الحين بأي وقت محتاج كتاب، بحث، أي شيء على طول كمبيوتر، لابتوب، شيء ايباد، كل شيء متوفر عندك وانت قاعد يعني كبسة زر على قولتهم توصل. الطالب مفروض يثقف نفسه. اذا الطالب كانت عنده حب القراءة بالعكس يجي المعارض يستفيد ويفيده على قولتهم. بوجهة نظرك انت الشخصية ان الايباد وغيره والتكنولوجيا هذه فعلا تغنينا عن الكتاب، ولا لا لازم وجود الكتاب مهم يعني؟ طبعا شوف، هي الامور القراءة هذه ما تغني، دائما تطور شخصية. التكنولوجيا لها اثار ايجابيه وسلبيه. يعني اغلب السلبيات اللي عندها ان الطالب او الناس ما قامت تحضر المعارض يعني لازم تستفيد من الكتاب. انت الكتاب لما تقراه تاخذ انطباع اجمل الكتاب وقراءته افضل من انك تقعد على ايباد او شيء. فمن وجهه نظري التكنولوجيا دشت الموضوع هذا بشكل سلبي، واتمنى الطلبه يعني يهتموا بالكتاب. الانتخابات الطلابية في الجامعة العربية المفتوحة، سياستها، شروط الترشيح، القوائم المتنافسة، خلونا مع بعض أعزائي المشاهدين نلقي الضوء ونتكلم بشكل عام عن الانتخابات في الجامعة العربية المفتوحة. طبعا معنا عبد الحميد العزي، مرشح لقسم آداب إنجليزي. عبد الحميد، شو اللي خلاك تفكر انك ترشح او تنزل مرشح؟ يعني تعتقد انك فعلا ممكن تضيف للقسم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم الاهتمام بالأنشطة الجامعية، وهذا شيء مو قريب عليكم. بالنسبة للانتخابات نزلت إن شاء الله لتحقيق أهداف الطلاب، الشباب اللي كانوا قبلنا من السنة اللي فاتت ما قصروا، مع أنهم وصلوا بالتزكية ما قصروا، لكن طموحنا أكبر من هالشيء هذا، نطمح لشيء أكبر. في عندنا مجموعة من الأهداف. عندي شخصيا ان حاب يعني اوصل صوت الطلبة بخصوص كذا موضوع. في بدايتهم المنشآت، حاب انه يكون في تطوير شوية بالمنشآت، مثل القاعات والكافيتيريا مثل ما شفتوها شوي حجمها صغير، والقاعات الدراسية ايضا حجمها محدود، المكتبة ساعات عملها محدودة. ان شاء الله نطمح لزيادة اوقات عمل المكتبة. وأيضا في نظام التقسيط نطمح أنه يكون بدون شروط، لأن في شروط تعجيزية هو نظام التقسيط.
زين عبد الحميد، لقيت الدعم من طلبة القسم كعبد الحميد؟ يعني في دعم من الطلبة ولا؟ نعم لله الحمد، في دعم معنوي كبير، وهذا الشيء إن شاء الله يعطينا تفاؤل بالنجاح إن شاء الله بإذن الله. الانتخابات اللي طافت صارت بالتزكية، لأن عدد المرشحين كان محدود، لكن هالكورس بحمد الله المتحدون نازلين أكثر وبثقة أكثر. وبالنسبة للقسم الإنجليزي بيكون إن شاء الله عندنا طموحات لتغيير أكبر، تغييرات في القسم، تطوير للمنهج، بيكون عندنا حل لمشكلات الطلاب في المنهج، يعني الصعوبة والتعدد المشاكل اللي فيه. عبد الرحمن، كمرشح في قسم الإنجليزي عن قائمة المتحدون، أكيد معك زملائك في قائمة المتحدون، في حال لا سمح الله يعني فاز واحد والثاني ما حالف الحظ، كان في ناس من قائمة ثانية، تعتقد أن أنت كعبد الرحمن مستعد تمد إيدك تتعاون معاهم، وفي المقابل تعتقد أنهم ممكن يتعاونون معك؟ هذا شيء أكيد، يعني فزنا سواء إيه أو لا بيكون نحن لنا دور في خدمة الطلاب، وأصلا المتحدون نحن كحركة المتحدون الطلابية هدفنا خدمة الطلاب، مو المجلس الطلابي أو الانتخابات، فراح يكون شيء أساسي أن نساعد الطلاب سواء فزنا أو لا. وانطباع طلبة القسم عبد الرحمن، حابين الفكرة أن تصير في انتخابات ولا كانت تزكية أريح لهم مثلا؟ لا طبعا، طلاب القسم يعني موافقين علينا وقاعد يدعمونا معنويا ومعانا بكل شيء الحمد لله. معنا الطالب أحمد العطار. أحمد، طبعا أنت مرشح عن قسم الآي تي، تكلمني سبب ترشحك في هالقسم، شو اللي ناقص قسم الاي تي اللي خلاك ترشح وتسعى انك تكون ممثل للطلبه عن قسم الاي تي؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واشكر برنامج آفاق جامعيه على اهتمامهم للطلبه خاصه في الجامعه العربيه المفتوحه. وانا شخصيا اتحكى عن نفسي ان انا نازل لان هناك مشاكل كثيره بصفه عامه، لكن خلينا نتجه الى قسم الاي تي. قسم الاي تي في مشكله بالمشاكل الأكاديمية. لما أنت تيجي تخرج تبي توظف عن طريق الجامعة العربية المفتوحة كشهادة، يقول لك إحنا ما نعترف فيها. يعني وصلت المرحلة أن الجامعات الخاصة صارت مثل البراند، فهذا شيء غير مقبول. أيضا إحنا كطلبة آي تي نطالب أن يكون عندنا تخصص هندسة، هذا بالنسبة لقسم الآي تي. لكن هناك على قولتهم مشاكل أكثر يعني عامة، يعني عندك الطالب يعني قاعد يضغطون عليه من ناحية الفيز، انه لازم اقصاد، لازم نسبة، اذا كان نسبته اقل من نقطتين ما يقبل الاقصاد. زين في طلبة ثانيين محتاجين ليسن، هذا من ضمن المشاكل الموجودة هنا بالجامعة، يقول لك لازم 3 نقاط ومخلص 9 ساعات. فهذا شيء يعني صراحة الجامعة قاعد تحاول تحله كإدارة، واحنا يعني متفائلين فيها، وهذا سبب نزولي حاليا يعني، وهي مشاكل كثيرة صراحة، بس انا هذا حاليا اللي مركز عليه. يعني حاط لك خطة معينة مثلا لحل مثل هذا الموضوع، خصوصا تخصص الهندسة، يعني هذا مو شيء سهل، تخصص نقول جديد ولابات جديدة، وحاط لك تصور أحمد لهذا الموضوع؟ طبعا كل شيء فيه حل، وكل شيء يبدأ بخطوة، بس أهم شيء أن تكون الخطوة الأولى موجودة، لأن إذا أنت بنيت أساس وهذا الأساس ما كان صحيح راح ينهدم، فلازم حبة حبة على قولتهم ونبلش إن شاء الله. والله إن شاء الله يوفقنا. أحمد، أنا بحكم ميانتي عليك أسألك، لو ما حالفك الحظ في الانتخابات تشكل لك مشكلة ولا عادي؟ والله طال عمرك، هو الفشل بداية النجاح، ونطلب من الله انه يوفقنا ان شاء الله، وعلى قولتهم العشم بالطلبة ويختاروا الأنسب لهم. أول شيء كنت مرشحة في القائمة المستقلة وعضوة مجلس طلابي أصلا في الجامعة العربية المفتوحة، وللحين عضوة ما دام ما بلشت الانتخابات. تكلمينا عن المجلس الطلابي السابق، إنجازاتكم، نشاطاتكم، وعن تصوراتك حق الانتخابات الجاية. احنا سوينا أكثر من أنشطة سابقية، كوني أنا رئيسة اللجنة الثقافية والاجتماعية، وكزملائي اللي كانوا ماسكين المجلس وايد يعني شغلات سواها بالجامعة وفادت الطلاب ككل، منها المسارات، منها المواد بالصيف، إن ننزل مواد تخرج وما كانوا ينزل مواد تخرج بالصيف كي يفتحونها، وكالأنشطة الخارجية والداخلية اللي بالحرم الجامعي. المسارات شنو؟ توضحي لنا بس شنو المسارات، لأن احنا ترى برا الجامعة ما ندري. يعني في مشاكل بالمسارات، مثلا عندنا طالب من الأدب يبي يحول إلى تخصص آخر، كان في شروط، عدة شروط، فإحنا كنا نساعد الطلاب إن كنا نقدم كتب لمدير الجامعة
علشان يسهل لنا هالأمور ويخلي الطالب إنه بسهولة إنه يغير مساره يعني بشروط قليلة. إيه. زين، شو اللي خلاك ترشحين مرة ثانية؟ يعني نقول مثلا يمكن ناس تقول أخذتي فرصتك في المجلس اللي فات، شو اللي خلاك ترشحين؟ أنت عندك مثلا برنامج معين ناوية تطبقينه، ولا الطلبة نفسهم طلبوا منك والله يا فلانة نبيك تنزلين بعد دورة؟ والله هو أنا شفت نفسي إنه بالمكان المناسب بالمجلس، وهم من الطلب قاعد يشوفوني إنه بالمكان المناسب، فالحين راح أغير كمجال بالمجلس إن شاء الله. راح أستلم كليدر IT لأن أنا تخصصي IT، فراح أفيد طلبتي أكثر إن أنا بنفس التخصص، وراح أفيد الطلبة نفسهم أكثر بهالشيء. كتخصص IT تعتقدين إنه فعلا يحتاج نقول في مشاكل معينة كطلبة تواجهكم كطلبة نظم معلومات يعني؟ أي وايد تواجهنا مشاكل، منها العبء الدراسي وكمية يعني كبيرة حق الميدتيرم أو الفاينل، فنحتاج إن نخفف هالعبء على الأقل عشان نكون إحنا مرتاحين، وإن أوريدي لأن ما عندنا تدريبات عملية، فشيء كله قاعد يصير نظري، فنحتاج أمور إن تساعدنا بالدراسة. الطلبة أو انطباع الطلبة شخصيا، أنت كنت عضوة والحين مرشحة، تعتقدين الطلبة فعلا راح يعطونكم الثقة مرة ثانية نقول، ولا شنو وجهة نظرك الشخصية؟ والله إن شاء الله يعطونا الثقة أكثر، لأن هم يعرفونا إن إحنا عندنا خبرة سابقة إن شاء الله، وراح نفيدهم بعد. وأوريدي إحنا كوني أنا كمستقلة من زمان، صار لي تقريبا 3 سنين قاعدة أفيد الطلبة بهالسنين اللي طافت، فأنا كمعروفة بالجامعة فيعرفون أنا شنو أسوي، يعرفون أنا شنو قادر إن راح أسوي، فإن شاء الله أفيدهم أكثر. معنا الطالب عبد الله الظفيري، رئيس قائمة المتحدون ومرشح في قسمك طبعا. تكلمني عبد الله عن قائمة المتحدون، فكركم كقائمة، أهدافكم من الترشح في الانتخابات. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حركة المتحدون الطلابية هي حركة طلابية تطوعية تهدف إلى خدمة الطلبة في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت بالذات. إنزين، لها عدة أهداف داخلية ولله الحمد، ليس لها أي توجه سياسي أو خارجي، ولا لها أي داعم أو ممول من جهات خارجية، فقط تمويلها ودعمها من طلبتهم نفسها، إيمانا بأهدافها وتطلعاتها المستقبلية إن شاء الله برفع اسم الجامعة وطلبتها بكل المحافل إن شاء الله. عبد الله كقائمة يعني شايفين اللي قبلكم قصروا، وهذا الشيء اللي خلاكم تترشحون، يعني خصوصا انكم اول يمكن الانتخابات اللي طافت ما نزلتوا، لكن نزلتوا في الانتخابات هذه، فعلا ملتمسين تقصير من المجلس الطلابي؟ بلا شك المجلس الطلابي السابق لم يؤدي بالشكل المطلوب منه، نقولها صراحة وبكل أمانة. المجلس الطلابي السابق كان له جدا يعني سلبيات كثيرة، كان له تصادمات كثيرة مع الإدارة، على شيء أشغل الطلبة بأمور ما لهم أي دخل فيها، والشيء مو من صالح لا الطالب ولا من صالح المجلس كونه ممثل الشرعي الطلبة، لأن مثل ما تعرفون اللائحة المجلس الطلابي تمنع الغوائم، وهم طالبوا بتغييرها لكن الآن لم تغير، فإحنا ملتزمين باللي موجود حاليا. وهالشيء اللي رغم الأهداف المتحدون على قلب واحد ولله الحمد وأهداف واحدة، عندنا مجموعة تطلعات نحاول إن شاء الله نلبيها للطلبة، منها المسارات، منها تخصص التربية، منها الماجستير، منها الخطط الدراسية ونظام أقصاد، وأمور كثيرة إن شاء الله تخص حتى الفئة الوافدين، لأنهم تقريبا الجامعة العربية مفتوحة فيها أكثر من 70 جنسية، والشيء يشكل بالنسبة لنا فخر أن احنا طلبة كويتيين موجودين بالجامعة. عبد الله، سياسة الانتخابات الحالية اللي هي الأشخاص، تعتقد القوائم أو سياسة القوائم أفضل لكم كطلبة؟ نوعا ما ليست أفضل، لأن راح تلاقي أن في ناس داشين ممكن يأيدونك معاك، في ناس لا ممكن يدشون عكس، فهالشيء ما راح يخليك حتى أنك تحقق اللي أنت تطمح له أو حتى تحقق برنامجك الانتخابي. هذا اللي شفناه بالمجلس السابق الأمانة. عبد الله، كمرشح قسم، أسألك عن قسمك أنت شخصيا، تحس أن فعلا القسم يحتاج وجودك في المجلس الطلابي؟ في مشاكل في القسم فعلا؟ بلا شك أن هالنقطة بديناها من حركة المتحدون منذ تأسيس المجلس الحالي، أن قلنا لازم نوسع نطاق عملنا، شكلنا عدة لجان في المتحدون، وسعنا عملنا، سوينا حق كل تخصص لجنة، وهالشيء طبعا جديد على الحركة، إيمانا منا بأن القسم يحتاج والطالب يحتاج وأيضا الجامعة تحتاج منا المزيد من الجهد، ولله الحمد احنا قادرين وإن شاء الله قدها. إن شاء الله. انطباع الطلبة عبد الله، متفائل في انطباع الطلبة
على قائمتكم المتحدون عليك أنت شخصيا كعبد الله الظفيري؟ الحمد لله والله المتحدون لها سمعة وسمعتها بالجامعة، لها طلبتها، لها مؤيديها، لها جمهورها، واحنا نفتخر بالحركة المتحدون، نفتخر بجميع من يؤيدنا ومن يدعمنا. بلا شك الطالب هو أساس النجاح، فمتى ما كنا إن شاء الله دعمونا الطلبة وصوتوا لنا، احنا إن شاء الله ما راح نخيب ظنهم أبدا. طبعا أول شيء كونك طالب في الجامعة العربية المفتوحة، أول شيء أسألك عن اختيارك للجامعة، هل تحس أنك توفقت؟ الإدارة الجامعية متعاونة معاكم كطلبة؟ والله احنا حاليا متوفقين فيها بسيستم الوقت، انه كل واحد براحته يحط وقته الصبح ليل على حسب ظروفه، تمام. والإدارة ما شاء الله عليها متعاونة معانا على أكثر وجه، وأي مشكلة إن شاء الله يحلون لنا إياها. المشاكل، هل فعلا هناك مشاكل تواجهكم كطلبة؟ أكيد يعني، فهذه بعض المشاكل اللي فعلا أنت كطالب تتمنى أنك تشوفها محلولة. اي اكيد في بعض المشاكل، مثل موضوع الليسن، موضوع الجامعة، موضوع الجامعة من جوا، موضوع التغييرات، موضوع المشاكل اللي تصير جوا الجامعة، اكيد طبعا نبي لها تغيير. أول شيء كونك طالبة مستجدة في الجامعة العربية المفتوحة، أسألك أول شيء توفقتي تعتقدين في اختيارك هالجامعة ولا لا؟ اي اكيد، يعني قبل اخطي المرحله لازم افكر فيها، بما ان الجامعه معترف فيها داخليا وخارجيا ولها تخصصات وايد، فاكيد راح اتوفق فيها ان شاء الله. أول شيء أسألك عن تخصصك والصعوبات اللي تواجهونها كطلبة في هذا التخصص. كإدارة أعمال أنا، صعوبات ما تتواجه بالجامعة، يعني بعدين بالمستقبل يمكن صعوبات تواجهك برا خارجيا، فما تدري يقبلونك أو ما يقبلونك، تتوفق أو ما تتوفق، هالشيء يتركب على الشخص نفسه. هذا الشيء أنا ما بسألك عليه، أنت مستجدة الحين، أبي كإدارة جامعية كطلبة إدارة أعمال، إذا بغيتوا شيء أو غيره الإدارة متعاونة معاكم كطلبة ولا لا؟ الحمد لله الجامعة متوفرة كل شيء لنا، كراحة، سبل راحة، أساتذة يعني مميزين، يعني الحمد لله كل شيء متوفر، إن الجهد كله علينا إحنا مو على الأساتذة. أول شيء أسألك كطالب في الجامعة العربية المفتوحة، تحس أنك توفقت في اختيارك الجامعة العربية المفتوحة لهذه اللحظة؟ اي طبعا لحد الآن، هلا أنا الحمد لله متوفق بتعليمي بهاي الجامعة، وبلا إمكانية كتير متوفرة الطلاب إنه بنضم لهاي الجامعة. طيب أنت كتخصص إدارة أعمال، شو اللي تحس الشيء اللي ناقصكم كطلبة إدارة أعمال أو كقسم يعني؟ كقسم انه بتلاقي انه اول طلاب لما يدخلوا كمستجدين او مستمرين بتلاقي في عندهم فتره معينه، انه تقريبا سنه كامله انه باخذوا فتره تمهيديه، فبهاي الوقت هم ما بكونوا ماخذين فكره كامله عن الجامعه، فلما يدخلوا بعد هاي السنه بصير عندهم امكانيه اكبر، بانه بحيث انه عقلهم بصير يتفتح اكثر لهي المجال، فبيعرفوا التخصصات اللي حيدخلها بعد هيك. طيب الإدارة الجامعية متعاونة معاكم كطلبة؟ ايه كثير متعاونة، يعني بتسمح لنا بكثير اشياء نعملها، يعني بخصوص الليسن يعني الحمد لله يعني الامور تمام فيها، يعني المرشد الاكاديمي الحمد لله هاي الامور كلها عم تنحل شوي شوي، والطلبة والادارة عم بتساعدوا مع بعض مشان يستووا انه يعملوا هالجامعة اكثر، انه تصير متطورة اكثر. طيب الليسن، شنو موضوع الليسن؟ يعني أنا سمعت الليسن منك ومن غيرك، أبي أعرف شنو الليسن أصلا، يعني أنا والسادة المشاهدين ترى ما ندري شنو الليسن، فنبيك تقول لنا شنو الليسن أصلا. الليسن هلا الإدارة العامة للمرور بتطلب إنه عدد ساعات معينة وعدد نقاط معين للطالب مشان تعطي ورقة الليسن من خلالها، فإدارة الجامعة هي بتطلب هاي الأمور من الطالب، إذا قدر حصلها فبتاخذ ورقة من الإدارة موقع من دكتور نايف ومصدقة من التعليم العالي من تعليم الجامعة، بقدمها للمرور وبمشي الحال. فبعض الطلاب ممكن ما يقدروا انه يحصل على هاي عدد الساعات او على بعض هاي الامور انه كانوا عدد نقاط، فبيقدموا بعض الاستثناءات فممكن يقبلوها، فمثل ما انا حصل معي هيك الامر. يعني متعاونة معكم؟ ايه متعاونة معي كثير الادارة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج آفاق جامعية، واللي كانت في رحاب الجامعة العربية المفتوحة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في حلقتنا لهذا الأسبوع، ونذكركم بأكاونت البرنامج على شبكة التواصل الاجتماعي آفاق KTV، على أمل إن شاء الله اللقاء فيكم الأسبوع القادم. أترككم برعاية الله، مع السلامة.